بيبدأ الفيلم بديد بول راكب تاكسي ويطلع يقعد جنب السواق ويتكلم معاه ويقول له السواق انت لابس بدله حمرا ليه؟ يرد عليه يقول له النهارده عيد ميلادي. بيقول له هم عملوا معاك ايه؟ ويوري له وشه المتشوه. يقعد واحد مستني حد تنزل الطياره وينزل منها راجل يجي يقول له عن البضاعه ان هو عايزها، يقول له ان حصل لها خلل ومش هتيجي دلوقتي، ويمسكه ويرفعه وينزله تاني ويمشي عادي. ينسى ديد بول شنطته ومعهوش غير 10 طلقات. يقول على الحساب، يرد عليه انه معهوش فلوس، يقول له ينفع سلام؟ كله بالحب. ويقعد على الكوبري يشوف عربيات ينزل يضربهم وواضح في سبب، كسر العربيات ويضربهم، وكان الكوبري ماشي تمام خلاه شمال، بيعمل حادثه وتتقلب العربيه. ويجي على التلفزيون ان في حادثه وراه راجل لابس بدله حمراء، ويشوف كولوسيس يندى على نيجا سونيك، يمشي يقول انه غبي مش هيعرف يكون بطل زي الناس المحترمه بتوع مارفل ويركبوا الطياره بتاعتهم. تحسها باتمان مع جناح وطني. ده اي كلام على فكره. يا رب ناس باسلحه يضربوا على العربيه، يطلع ديد بول بسم الله ما شاء الله يتحول لجون ويك، يقعد الشقلب، يجي عليه واحد فيضرب واحد في دماغه، واضح للناس انه المفروض يموت، فاكره فرانسيس فيديله سيف دبل على ظهره. بعد كده عرفنا ايه اللي حصل. يا تفاصيلك يا مارفل. يرجع بفلاش باك يطلب ويد اللي هو ديد بول اللي قبل، اللي مع بتاع البيتزا انه طلبها بالاناناس والزيتون ومحروقه على الوش. هديته انه ملوش دعوه بميجان ولا يمشي وراه، لو حصل كده هخلي الصلب طري. ربنا يكون الرساله وصلت. يروح يدي البيتزا لميجن وهي قاعده وسط اصحابها. يروح بعد كده ديسكو يقابل صاحبه اللي شغال هناك يتكلم معاه. يدي للبت اللي شغاله مشروب، يقول لها ود، قولوا له البوس تف عليه وبيسلم عليه. يقوم خناقه بسبب القرف ده ويضرب باك الراجل. يروح يطمن عليه يقول لسه في نفس، فيتكلم ودي معاه يقول له انت رهنت على موتي؟ يقول له عشان ما معهوش فلوس وعايز يكسب. يا اخي ده انت لو رهنت على انه عاكس بنت مدرسه واشنطن الثانويه بنات تكسب وراها قد كده. لو اتجهت ل1 اكس بت او اي فلوس حرام بقى. فتيجي حبيبته فينيسيا يجي باك يضربها ضربه مش تمام في حته مش تمام برضك، فيمسكه ودي يقول له اعتزل يا وسخ يا ابن الوز. فتمسكه فينيسيا في حته مش تمام وتشدها، مش عايز اقول لك القلم بيوجع منين، ويقول اسف يبقى قابلني لو فرحت يوم الخميس. فيقول لها تيجي معايا الشقه واديكي 200 فكه في وسط ليله خميس جميله مليانه شهوات. ايه ده؟ استنى، المشهد ده فكرني بولاد رزق الجزء الاول بالظبط، نفس المشهد بتاع مش لابس حاجه. ويغمى عليه يروح عند الدكتوره تقول له ان عنده سرطان ومعدي مرحله الموت وبقيله ايام معدوده في الدنيا، ويفلسع. ونرجع للخناقه ويقتله بالسيف، ويجي واحد من مستجر يضربه يطلع اسمه فرانسيس يوريه نص وشه ويفتكره. يجي كلوسيس يرميه ويرجع تاني للفلاش باك. وودي بيتكلم مع فينيسيا على مرضه، ويروح الديسك يقول لصاحبه ان في حد عامل فيها جيمس بوند سأل عليك وقعد هناك. يروح يتكلم معاه يقول له انت مين؟ يقول له ان هو من منظمه سريه انها هتعالجه من المرض اللي هو فيه وهتديله قدرات كل الناس بتحلم بيها. فما صدقوش ويمشي. ويفكر هو قاعد لوحده على كام الراجل اللي عامل فيها جيمس بوند ده، ويحضر شنطته ويلبس ويودع فينيسيا ويسيبها ويروح عندهم. ونروح لديد بول بيتكلم مع كلوسيس، يتعرف على نينجا سونيك، ويلطش فرانسيس قلم كده وسط الكلام. يقرا فرانسيس فيضرب كلوسيس لكن ايده بتتكسر عشان هو حديد، ويمسكه يقول له نزلني، فيقطع ايده وينزل على عربيه الزباله ويهرب. ونرجع تاني لويد وهو راح للمنظمه اللي هتحوله، يدخلوه الاوضه يحطوه على السرير ويربطوه. ويجي فرانسيس يتكلم معاه ويسكتوا البت عشان عمال يرغي، ويديله حقنه جينات يقولوا انها لازم تعالي الادرينالين. ويبداوا يعذبوه ويممطوه ويحطوه في ثلاجه، يحطوا له اكسجين ويقول له ان المكان ده بيصنع ابطال خارجيين، لا بيصنع عبيد. فيقلق من كلامه ده يقول له انت مش هترجع تاني بيتك، ويشغل الزرار ويتخنق ويبدا ويدي جسمه لونه يتغير ويتشوي ووشه يتشوي. ويفتح عليه التلاجة يقول له رفع مستوى الضغط عشان كده تحول وبقى عنده خلايا تقدر تمشي اي مرض. والمرض اللي عنده ده يقول له فرانسيس انه عارف الاثار الجانبيه وكل ده علاج بس انا بستمتع. ويتغاظ ودي من كلامه ويولع كبريت ود يرميها على خانة الأكسجين، يولع المكان وينفجر. ويجري فرانسيس يشوف ايه اللي حصل، يمسك ود فيه ويضربوا بعض لحد ما يقع ود ويخز فرانسيس بسيخ حديد في ظهره ويموت ود. ويرى فرانسيس لكن الخلايا عنده بقت خارقة وما يموتش. يصحى يلاقي المكان بقى فحم، ويشوف فينيسيا من بعيد يمشي وراها عشان يكلمها. الناس بتبصله عشان شكله بقى وحش. تطلع فينيسيا البيت، يتردد ود انه يكلمها لكن بيستسلم وبيمشي. وبعد كده يروح عند صاحبه ويستغرب من شكله، يقول له انه لازم يخلص على فرانسيس واللي شغالين وراه، فيخطط في الخطه عشان يخلصوا منه. يقول له صاحبه البس قناع عشان شكلك ده ويعمل لبس خارق كده ده بتوع خارقين، ويفكر في اسم يشوف في ود الرهان بتاع الموت مكتوب فيه ديد بول، فيقرر يسمي اسمه ديد بول. يصمم ود اللبس بتاعه ويدور على فرانسيس في كل مكان ويضرب اي حد ويموت اي حد عشان يدور عليه. فيوصل الراجل اللي عامل فيها جيمس بوند ده لا ويجري ويضرب رجالته ويجري وراه ويمسكه ويضربه ويقول له فين مكان فرانسيس يا؟
ويعمل له حركة المخرج ذات نفسه ما جابها، فيركب التاكسي ويحصل زي ما حصل من أول الفيلم. المخرج مش صايع، هو ضايع، فينزل من عربية الزبالة ويشكرهم ويروح عند الست العجوزة العامية دي اللي بيساعده. ونفس الوقت يهرب فرانسيس يتكلم مع البت اللي شغالة معاه إنه لقى ويد واتخانق معاه، لازم يلاقوا حل يخلصوا منه وندور عليه. فيتكلم ويد مع الست العجوزة، تبدأ ايده تكبر من أول وجديد، المفروض يكون بورس بول مش ديد بول. يروح فرانسيس الديسكو بتاع صاحبه يقول له فين ويد، يعمل نفسه منبهر ويرد عليه ما نعرفش حد بالاسم ده. فيقول لبيت تتصرف معاه، تمسكوا البيت ترفعه فوق، كل الرجاله ترفع السلاح عليه. فيمشي هو البيت يشكره معروف الجدعان ويكلمه. فيدخلوا نايت كلاب امريكي، هم اضربوا من فتاة الليل والرقاصه الامريكيه اللي مش بلا الذنوب. فيشوف فينيسيا يخش يحاول يكلمها، ما يقدرش يدخل الحمام يكلم نفسه عشان مش قادر يوريها وشه. فيجي حد يقول لها ان في شخص مستنيك ورا بيقول لك ان هو صاحبك القديم. فتروح تشوف تفتكر ويد، لكن بيطلع فرانسيس وتضربها البت. فيسأل ود عن فينيسيا، يقولوا له انها طلعت تشوف حد بره. فيطلع بره ما يلاقيهاش، يشوف البوك بتاعها يعرف انها اتخطفت. فيروح البيت وهو متعصب عشان فرانسيس خطفها، يقول لصاحبه حضر لي كل الاسلحه عشان اروح اهينه. فيحضر الاسلحه ويلبس اللبس بتاعه، يودع الست العجوزه يقول لها انه مخبي ورا البيت كيلو مخدرات، خدي بالك منهم ان شاء الله ربنا يسترها معاه. فعلا ياخدها فرانسيس في المينا، يربطها يقول لها ان هو خاطفها عشان يمسك بود. يروح ود عند بيت كلوسيس يخبط، تفتح له النينجا زون، يقول لها هو فين كلوسيس عشان رايحين يخلصوا على فرانسيس. يركبوا التاكسي مع ود ويوصلوا، ويطلعوا يحضر ود روح ديد بول اللي جواه عشان الانفشاخ اللي هيحصل، لانه هيموت فرانسيس من الاخر. فتقول له نينجا سونيك هي فين الشنطه الاسلحه، الله يخرب بيت. فيتصل ود بالسواق ما يردش عليه عشان عامل حادثه، فيقول لها نتخانق له مجهود. يدخلوا جوه يشوفوا فرانسيس، يرحب بيهم، يبعتوا البنت تنزل لهم، يقول كلوسيس انه مش بيدي ايده على بنات، فتديله بنت علقه تطيره. فيقولوا ودي لنينجا سونيك مش هتعملي حاجه ولا ايه؟ فتروح تضرب البيت ويضربوا عليها نار، تخبى هو ونينجا سونيك ويكمل كلوسيس ضرب مع البيت، ويطلع اللباس بتاعه ويقول لهم وقفوا ضرب النار، ويرغي معاهم ويضربوا عليه تاني بالنار، ويخش عليهم ديد بول بالسيف ويقطعهم انصاص. ولسه المعلم كلوسيس بيضرب من البيت، بس بدأ يتقدم في النتيجة وبقى يضرب. يدور كلوسيس على البيت يقول لها سترك الناحية الشمال باين، ويتكسف. أخيرا لقينا حد مؤمن في الفيلم النجس ده، وضربه في النص. ما كنت شفتهم بوضع الفوركي. يجي فرانسيس ماسك فينيسيا يقول له حبيبتك اهي، لو ذكر تعالى. تقول لنينجا سونيك اطلع من هنا. فيقعد على الحديدة يطير مشيت الانفجار، يمسك في المبنى، فيطلع يلاقيها حطها في الجهاز، يقول لها ايه رأيك في البيضة الحمراء؟ تعرفوا تقول ده ود. ويطلع الفاس يضربوا بعض، ويشغل الجهاز على فينيسيا، تحاول فينيسيا تفك نفسها، فيدي السكينة في راس ود. تيجي فينيسيا تنقذه، تغز فرانسيس بالسيف، فيصحى تاني ويضربهم، والمكان بيقع. يحاول ود ينجز فينيسيا، يمسكها يحطها في الجهاز وماسك فيه عشان ما يوقعش، يزقها كونتينر ويقعوا، يوقع المبنى كله. فتدور نينجا سونيك عليها يساعدها كلوسيس. ينزل ود مع فرانسيس عمال يضربه، يقول له طبعا انا ضربتك، فمن الغريب انك هتلاقي لي علاج. فيقول له ده في علاج بس مش هديهولك. فيضربه ود ويموت. حقك والله. تيجي فينيسيا تضربه عشان هو مشي من غير ما يقول لها ويسابها، يقول لها انا اسف اني سبتك كل المده دي، ويوري لها شكله وتتخض، يقول لها انه اتشوه فما تسيبهوش. يا اعظم قصه حب شفتها في حياتي. وده كان ملخص فيلم ديد بول الجزء الاول. يا رب يكون عجبكم، ولو عايزين الجزء التاني ده يثبت في اللايك وسبسكرايب للقناه وفعلوا الجرس اللي جنب الزرار، عشان ده مهم، ان ده انا بتعمله بيعمل اشعار كل ما انزل فيديو تتفرج عليه اول واحد. ولو عايزين اي فيلم تاني قولوا في المنتدى، اعمل بوست هناك او انزلوا الانستجرام اعملوا فولو واكتبوا الفيلم اللي انتوا عايزينه او ابعتولي براحتكم.